السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في حلقة جديدة من رؤى أدبية. هذا البرنامج الذي يتشرف بمتابعتكم، ونأمل أن يحتوي على ما يليق بهذه المتابعة الكريمة التي تضعنا أمام مسؤولية كبيرة نتشرف بها. ومعكم إلى فقرات حلقة هذه الليلة. سنتحدث هذه الليلة عن موضوع شائك ومتداخل إلى حد بعيد، ونأمل أن نطرحه بما يليق بأهميته وحساسيته. حديثنا سيكون عن القبلية وامتداداتها المختلفة بكل الاتجاهات، ولا شك أن الشعر وهو ما يعنينا هنا كان من أهم هذه الامتدادات التي طالتها الموجة القبلية التي اشتعلت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ وربما مزعج إلى حد بعيد، ولكن لأن الشعر كان نتيجة وليس سبب مباشر لهذه التوجه فلن نتوقف كثيرا عنده هنا، باعتبار أن الشعر يعكس ثقافة واهتمام مجتمعه ويترجم أفكاره ورؤاه المختلفة. وسنحاول قراءة المشهد بشكل أكثر شمولية واتساع. في البداية أؤكد على أن الحديث يشمل أي هوية يراد بها أن تنشأ وتكبر بموازاة أو حتى في ظل الهوية الوطنية الوحيدة، وهناك الكثير من الهويات المناطقية والإقليمية، لكن الحديث سيكون عن الهوية القبلية لأنها الأكثر حضورا ووضوحا وذات المناشط والفعاليات الأهم. سنطرح سؤالا منهجيا هام، وهو: هل القبلية والقبيلة شر محض يجب الوقوف في وجهه؟ والإجابة بالتأكيد والنفي، فالقبيلة منظومة من القيم الراقية والمثل العليا والأخلاقيات الفاضلة، وهي لبنة هامة في صرح الوطن، وكانت من أساسيات وحدته، وهي من دعائم نهضته المعاصرة. هذا على مستوى وطننا الغالي. أما بشكل عام وعلى المستوى التاريخي فقد أكد ابن خلدون على أهمية القبيلة كوحدة اجتماعية، وربط في مقدمته الشهيرة بينها وبين البناء الاجتماعي والسياسي. وهناك فرق كبير بين القبيلة والقبائلية كما يرى الدكتور عبد الله الغذامي في كتابه الرائع القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد الحداثة، وهو مؤلف يعتبر مرجعا هام في مجاله. وسنكتفي من هذه الليلة بالتفريق بين القبيلة والقبائلية، وربما خصصنا حلقة قادمة لقراءته بشكل شامل، فهو يستحق ذلك بلا شك. وإذا اعتبر الزملاء في المرقاب أن هذا الحديث يعد دعاية لكتاب الدكتور عبد الله الغذامي وطالبوني بالمقابل المادي، فإنني أسحب كل هذا الكلام وأتراجع عنه. على أي حال، الدكتور عبد الله الغذامي يفرق بين القبيلة والقبائلية على النحو التالي: فالقبيلة هي تعبير محايد يعبر به عن حق ثقافي واجتماعي وحقيقة واقعة، وهي قيمة اجتماعية وثقافية نشأت لظروف معاشية وبيئية. أما القبائلية فهي تعبير غير محايد ويقوم على التمييز والإقصاء، وكمثال على ذلك نرى أن الشعب تعبير محايد وتقابلها الشعوبية بمفاهيمها ودلالاتها الإقصائية، والأمر ينطبق على العرق والعرقية والمذهب والمذهبية والقبيلة والقبائلية. انتهى كلام الدكتور الغذامي. إذن لا أحد يقف ضد القبيلة أو القبائلية بشكل عام، لكن ما يستحق الوقوف بوجهه والتصدي له هو أن تقفز القبائلية أو المناطقية الواجهة، وبتعصب يتحسس من كل شيء ويفسر كل شيء من خلال منظور قبلي ضيق. ففي الشعر والأدب نجد أن القبيلة تحضر، أو بالأصح تحضر عنوة فيما لا علاقة لها به. فالشاعر عندما يصعد لمنصة الأمسية لا يقول أنه يريد أن يقدم ما يمثل تجربته وموهبته، لكنه يؤكد أنه أتى لتمثيل قبيلته، ويكون الأمر في غاية السوء فيما لو قدم هذا الشاعر شعرا رديئا بكافة المقاييس، فمن خوله بتمثيل القبيلة بهذا الشكل وإقحامها في أمر لا علاقة لها به، وهي في كل الأحوال أكبر وأهم منه. ولكن لأنه يقول أنه يمثل القبيلة فسيجد من يصطف خلفه فيما لو تعرض لأي نقد أدبي أو أي ملاحظة على ما يقدمه، فهو يمثل القبيلة حتى لو كان يقدم نصا غزليا ركيكا. وكلنا شاهدنا
كيف فعلت الحملات المتتالية على بعض أعضاء لجان التحكيم في بعض المسابقات لأنهم مارسوا حقهم الأدبي والمهني من خلال نقد نصوص بعض المتسابقين وإبداء الملاحظات حولها بشكل يصور حجم المشكلة بتعطيل الذائقة الأدبية والاصطفاف خلف شاعر القبيلة لأنه فقط شاعر القبيلة وبصرف النظر عن مستوى ما يقدم. وبما أن الحديث في الجزئية الماضية كان عن بعض المسابقات الشعرية فإنه لابد من التأكيد على أن هذه المسابقات كان لها اليد الطولة وغير النظيفة في إذكاء المد القبلي غير المرشد، ابتداء من الحرص على أن يذكر الشاعر اسم قبيلته حتى لو أنه كان يوقع قصائده طول تجربته باسمه الثنائي فقط، وانتهاء بخلق ثنائيات وثلاثيات في كل حلقة بين القبائل ليرى أي قبيلة ستنتصر في نهاية الأسبوع وتدفع المبلغ الأكثر ليتقدم شاعرها وتتضخم مرصدة المسابقة والقائمين عليها، وما بين الابتداء والانتهاء تسير وتسير الأمور بهذا الاتجاه ومن أجله. في هذا الصدد لا بد أن نذكر ونشكر ونثمن التوجه والتوجيه الرائع من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز عند رعايته لإحدى هذه المسابقات، والتي حرص على أن تخلو من أي مزايدات قبلية أو مناطقية وأن تكون في إطار وطني وأدبي خالص، وكان له موقفه الحازم والحاسم في هذا المجال. وإذا كانت المسابقات الشعرية غير بريئة من تغذية هذا المد فإن ما يبث عبر رسائل SMS في بعض القنوات الفضائية يعتبر من وجهة نظري أخطر مما يجري عبر مسابقات الشعر، حيث تقوم بعض هذه القنوات التي تغلب مصلحتها المادية بإثارة بعض النقاط الخلافية بين الشباب وصغار السن من أبناء القبائل لينام ضمير هذا المسؤول عن التراشق المعيب عبر هذه الرسائل المتبادلة التي تريد أن تعيد مجد القبيلة الذي سلبتها القبيلة الأخرى، وهم لا يعلمون أنهم ضحية أطماع مادية وغياب مسؤولية واستدراج جشع، وأن ميدان المنافسة غير شريف ولا نزيه، وأنهم جميعا في المكان الخطأ. مجمل القول أن المد القبلي أصبح واقعا لابد من التعامل معه بوعي وحذر، وليس من الوعي والنضج أن يأخذنا هذا التيار إلى حيث يتجه، ولا أن نقف في وجهه موقف عدائي. الحل من وجهة نظري هو ترشيد هذه المشاعر وتوجيهها من الداخل، وذلك من خلال تواجد فعال للعقليات الناضجة والواعية في كل محافل القبيلة ومناشطها. مجمل القول أن المد القبلي أصبح واقعا لابد من التعامل معه بوعي وحذر، وليس من الوعي والنضج أن يأخذنا هذا التيار إلى حيث يتجه، ولا أن نقف في وجهه موقف عدائي. الحل من وجهة نظري هو ترشيد هذه المشاعر وتوجيهها من الداخل، وذلك من خلال تواجد فعال العقليات الناضجة والواعية في كل محافل القبيلة ومناشطها لضمان سلامة توجهاتها، ولأن الابتعاد عنها سيتيح لغير المؤهلين قيادة دفتها والاتجاه بها لاتجاهات غير محمودة العواقب. وكم سررت وأنا أشاهد مثل هذا التوجه وهذا الفكر سائد في بعض المواقع القبلية على الانترنت، والتي تقدم فكرا وأدبا وتبتعد نهائيا عن كل ما يتماس سلبا مع الآخرين وترفضه وتمتعض منه علنا. ومؤخرا شاهدت الكثير من الأسماء المؤثرة والرائعة تتواجد في مواقع قبلية أخرى وتندمج معها بشكل تام. يظل الحديث في هذا الموضوع شائك ويحتاج إلى أكثر من مختص وليس مجرد مجتهد، بل أن المشكلة بشكل عام تحتاج إلى قرارات مسؤولة تضع الأمور في نصابها وإطارها الصحيح أكثر من حاجتها للتنظير والحديث حولها. شكرا لكم، ونستأذنكم بالانتقال للفقرة الأخرى.